ازيكم؟ معكم عمر برمى العمر، وبإذن الله الفيديو ده حلقة جديدة من سلسلة ممكن تكون جديدة وممكن أصلا ما تبدأ. فالمهم يعني حط لك اشتراك في القناة وفعل زر الجرس، ويلا بينا أشرح لكم فيديوز. مبدئيا زي ما انتم عارفين، لو اتفرجت على الفيديو اللي فات هتعرف إن تلاقوا لي راؤول وفالفيردي، وزي ما انتم شايفين معايا كام مهاجم، 1 2 3 كلهم اس تي، وكلهم 91 197 197 والرابع 98. فراؤول يعتبر ملوش مكان في الفرقة، لكن فالفيردي دي تمام. فالمهم يعني المفروض ان كان في كل فيديو في حالة من السلسلة القديمة كنت بعمل فيها حاجة معينة، ألا وهي إني بجرب اللعيبة. لكن في آخر تقريبا كل الفيديوهات من الست من الصفر الجديدة ما بقتش بجرب، فقررت إن أنا أعمل فيديو شبه ده أجرب فيه بس لعيبة الفيديوهات اللي فاتت، وبإذن الله من الست من الصفر من الفيديو الجاي هيبقى فيه في الآخر ماتش أو ماتشين بجرب فيه التشكيل. فمن غير ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ بقى في محتوى الفيديو. زي ما انتم عارفين، فيديو نبدأ باكج خفيف كده على البكرة، لأن كنت المفروض أحط سلسلة من الصفر، بس يلا مش تفرق عشان الكلاسيشن. بسم الله الرحمن الرحيم، وناخد منه تين سترانو ونرقي بيهم بالباب. مش فارق معاه لا بجنيه ولا بجنيه ولا أي حاجة صراحة، قد ما أنا عايز أصور بيه بالباب. زي ما شايفين غير دي تالت التصنيف واحد، لأنه هيبقى 99، وبإذن الله هحاول أجيب له مودريتش 98 وأرقيه مليان، وأبقى كده طورت خط الوسط بتاعي على أعلى. والله بالدرجة لو يا في سي دي ام بيتعمل معايا واجب يعني، واجب أكبر من نص. يلا بينا بقى. حسن بدني ده فريق أنا متوقعت الصراحة. داني عايز يكون عايز يرجع دفاع، لا كده كده بتكلم بس دي. طب لو هو قوة ما قدرتش يبقى ماشي، خليه في البدني، مش عارف في البدني بس من الدمب. تمام كده. شوت كيس دافع 99 رافع 93 على سكرين شوت، مزود 50 تابع. طبعا على أول ماتش تلفزيون البيرز نجرب فيه وجه بإذن الله. ف نجرب من هنا شوية من فريق الموسم، من حيث الملعب، عشان نجمع شوية باكات برضه والفيديو من يعني. بس يا جماعة استغل كل حاجات عشان والله، عشان أجمع لكم فيديو باكات قصدي، فيديو من الصفر. والله يا جماعة بجمع لكم كل نوع باكات بقدر أعمل فيه. فيلا على طول. ماشي يلا بينا يا جماعة، بدأنا الماتش. زي ما شايفين تشكيلة الولا حرفيا ما تجيش جنب تشكيلتي بربع جنيه. ده تشكيلتي والله يا جماعة عاملة شبه كفار قريش كده، داخلين بصوا مش داخلين يلعبوا كورة. معروفة دي مش داخلة، مش داخلة ناس قصدي يلعبوا كورة، داخلة ناس داخلين يعملوا حاجات تانية. بندخل عليه بتوع الفرقة كلها، بس في حاجة واحدة بقى ممكن تعمل معانا الواجب، هو النت. ممكن يواجب معانا يخسرنا الماتش. يا جماعة اللي انتوا تعرفوش ان فين داجنتش واي مهاجم عنده قدام، ارتو منه ما بيفوتش، ارتو منه في الجون في الجونز. يعني غير ما تتكلم هو حاجه واحده، بيبقى في عندك خيار واحد، لا اما في الجون لا اما بس، لا اما ما تشوتش. لان حرفيا المهاجمين بتوع الثلاثه، اذا كان حتى في باستن، كلهم اقوياء جدا في الار2 وفي الباور. الدفاع بتاعي قويته زي ما شفتوا الحركه دي، قويته بالولا. يعني كنت ممكن اجري شويه بس فكرت برضه. يا عم ما تمشي بس بالواحد بقى، تقريبا بيلعب كمبيوتر، بيدافع كمبيوتر. يا ابن اللعيبه الصداعه دي يا جماعه، والله فالفيردي بيشوط عنده ميزه دي من بعيد وشبه الحقيقه يعني. فانا لو كنت شاطر كنت عايز اجرب شوطه بصراحه. تاني من داجلتش بس ما شفناهوش، هنشوفه في القعده احسن. نشوف في القعده بقول كده. اي سجست جون زي الفل، تبا لعبه. ممكن احط فين السلم بسرعه. ماشي ماشي عادي. يلا يلا بسرعه اجري اجري انت. هنديله مفتاح ده دلوقتي يا جماعه. هوبا هوبا. ما لقتش. عادي بقى انت. قوم قوم. يا صلاة النبي يا جماعة، يا ده الفجعة. جون حلامي قوي يا جماعة. والله يا جماعة اللعيبة زي ما قلت لكم، فرقة الوانا مش هتيجي معاك جنيه. لو النت ظبط زي ما شفت دلوقتي هنعمله له بدع.
الجماعة زي ما شفت دلوقتي حرفيا أنا بورد لكم نص اللعيبة اللي أنا جبتها جايات أصلا سابقة جدا. أنا مش فاكر أصلا في كل لاعب جبته في أنهي فيديو، بس هو اللي أنا فاكره إن اللعبة دي حلوة. بقالي كتير أوي يا جماعة ما لعبتش ولا النهاردة، بقالي كتير أوي. بس برضه رغم كده جون أهو. جماعة أنا ولا انسحب من اللعبة، أعمل إن ننسحب خلاص يعني، ونعمل قرار الانسحاب شبه فيفا الكمبيوتر عشان نريح حوض نفسنا شوية. هوبا يا جماعة، ده أنا كده خلاص يعني، أكتر من كده إيه؟ ده أجلس يا جماعة كده يعني، عدى الواجب بزيادة حرفيا. بس هو يعني تنصحكم تشتروه، بس سعره ما يشترى الصراحة، سعره غالي جدا، سعره 120، وزيبيو عامل 90 أو 120 أو 100، والولا فان باستن هو أرخص عامل 70 مليون، وراؤول لسه طالع لي تقريبا عامل 100 مليون برضه. فحرفيا اللعيبة دي كلها غالية، بس غالي تمنه فيه، غالي تمنه فيه. أول مرة فعلا يعني مقولة تطبق على الحقيقة، هو معايا بفزات إن ريالي تمنه فيه، دي أول مقولة طبقت معايا في الحقيقة. هوبا، والله يا جماعة أنا معايا لقطات كتيرة إن الولد فان باستن ده وهو بيقلب باكوردات فان باستن، بس أنا شفته بس أصلا منزلش. تخيلين بقى لو كان نزل، تعالى ننزله بقى بالمرة، ننزل ولا راؤول يجربه، وممكن بس طلع باور على طول عشان انت منزل الناس بس عشان اللعب بتاعك. لو شفته يلا انسحب بس. ده جزء من باستن ولا زيرو دوبس. زيرو راؤول فاهم تقريبا انا شفته طويل شوية. بس لا، راؤول بوفا، راؤول ما عملش لقطة. اوبا راؤول بقى، اخر هجوم لازم باحتفال بقى. اوه احتفال الكتروني، احتفال ايه الكتروني؟ يا جماعه وين روني صراحه ده اللاعب الوحيد اللي شفت بيحتفل الاحتفاليه دي، فانا لو في لاعب تاني احتفلها او راؤول قصدي احتفلها قبلي فاعذروني على المعلومه اللي ضاعت مني. يا جماعه واول ماتش انتهى بنتيجه 6-0، نتيجه ولا بنتيجه برشلونه 8-2، لان لو خسرنا الاثنين من 8 هيبقوا 6-0، يبقى هربنا الاثنين متعه. وربنا يزودها يعني، يكتر وجوان ويكتر من اهدافنا. ماشي يلا بينا يا جماعه الماتش التاني. ماشي يا جماعه، رجعت لكم تشكيلتي دلوقتي 99، نفس تشكيلتي اوفر تشكيلتي، نفس تشكيلتي، لان اللي ما يعرفوش ان النص بتوعي هي معديين ال 100 مليون، اول ما بين كلهم بتوع معديين ال 100 مليون، فالله بس رونالدو الظاهري ده برضه تخاف منه. يعني رونالدو الظاهري ده لوحده يا جماعه رعب. ربنا يقدرنا نكسبه بقى. هوبا لا مش هنسى. مودريتش جه بقى على مودريتش، فمودريتش قطعها من مودريتش يا سلام. يلا زيبي يثبت ان هو احسن من رونالدينيو. ايه من رونالدو زي، والله يا جماعه انا بفكر فعلا ان زيبيو كان احسن من رونالدو الظاهره، مش عارف مين فيهم اللي جايب وانا اختار صراحه. حاول ارجعها في المونتاج، ولو لقيتها برضه بكتبها لكم في المونتاج، بس هو في الغالب بيزيد مش عارف رغم ان رونالدو الظاهره معاه كؤوس عالم. ماركينيوس، ماركينيوس يا جماعه، لو شفت ماتش بتاع دورتموند اكيد شفتوه، او اكيد شفتوا الايديت يعني عليه في التيك توك، تدخل اللي عمله عن مهاجم، والله يا جماعه مش فاكر المهاجم اسمه ايه، روبلينبرج ولا حاجه غريبه، بس حرفيا التدخل عليه عجبني جدا. اتفرج على الماتش انا، وباذن الله يا جماعه برضه اتفرج على ماتش ريال مدريد في النهائي، يعني كنا بننتظر فوز الريال. اه يا سلطين الرحمة، تريشتجن 100 انا اول مره اشوفه اصلا بيصد. ويجي بقى ديمس وريني سرعته، فتح تجيب بس جون على الريال. ياه، دي كانت هتبقى جول جمدان قوي يا جماعه من الكوتش، بس ماشي. يا جماعه برضه ما تنسوش تتفرج على ماتش ريال يعني، ريال انتظركم وانتظر تشجيعكم. يلا
والله يا جماعه الحركه دي لسه بعملها لحد دلوقتي، لسه بشتغل او ما بتشتغلش قوي يعني، بس اللعبه بدات تبوظ شويه. بس ولا بدا يعملها هجوم، فشفت اللعيبه بتتقدم جامد قوي. ايه ده. يا جدع حرام عليك، يا جدع حرام عليك، اتق الله. مش شايف صراحه لعيب قدام، فممكن يعملوها كده وهي تيجي بالحظ بقى صراحه. هو برضه معاه تشتجن، بس ده يا جماعه والله ما لاحظت. بس تشتجن مع جوردي ألبا ما تجيش خالص. والله يا جماعه كان نفسي اصلا اجيب كوبي، بس يعني فلوسي ما كملتش، عشان كنت عايز اجيب اوفر برضه، كنت عايز العب على الاوفر، اوفر تشكيل. هو اللي انا امنع صوت اللعيبه. في ده كانت جت يا، اي نعم مش على عدته، بس حلو حلو. كده كده خلاص كسبنا، فطلع هجوم. يا جماعه يا رب بس اكون الاعداد اللي، اوه، الاعداد اللي انا عملته، اللي انا صوتي بس هو اللي يظهر مش اللعب، فيا رب يكون اشتغل بس، عشان هزعل جدا صراحه، عشان زي ما شفتوا نتائج في الماتش ده حلوه جدا، مش عارف. سيبها يا حاجه، كنت هديها ار2 على طول في الزاويه اليمين. ماشي يا جماعه، وتاني ماتش برضه كسبناه 2-1 على التشكيله نفس اوفر تشكيلتي. فكده مفيش حاجه حرفيا، كده فعلا تشكيلتي زي الفل، او انا اللي بعرف ألعب. حاجه من، وفي الاول والاخر برضه بنقول الحمد لله. فبالمره نقفل شوط اللعبه، عشان صراحه ضايقت شوط اللعبه جدا كده الفل. لا يا جماعه النت، والواجب اللي بيعمل معاه ده واجب وطني، بيقدمه ناحيه جمهوريه مصر العربيه. نت، واجب وطني جدا. لو ما قطعش، لا يا جماعه فيها مشكله، حاسب عليها. يلا بينا على الماتش التالت والاخير، وكده هيبقى اثبتنا ان تشكيلتي قوي جدا. انت يلا بينا. يلا بينا يا جماعه، الماتش بدأ. تشكيلتي بقى، انا التقارير اللي شفتها تشكيلته مش حلوه. تشكيلته مش حلوه بالنسبه لي، ممكن تكون حلوه يعني كاوفر، ايوه زي ما قلت لك 90. بس بالنسبه لتشكيلتي ما اظنش إن هي هتعمل حاجه قوي يعني. والله يا جماعه انا شفت عنده لاعب نفسي اجيبه، باذن الله هشوف ممكن أبقى اشتريه. يعني هتعرف بعدين. طول كده مع في الدقيقة الأولى أو التالتة تقريبا جبنا جول. ما بنهزروش، إيه أنت قلت له مع دك، اسمها إيه؟ سرعة في الأداء، دك في العب. يلا بينا هجمة، ابتدت هجمة أوبا. والله يا جماعة كان نفسي أجيب دي ليخت زمان. بس لما بايرن خسرت وأنا كنت عايزها تخسر فعلا. إيه ده لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله على الجول ده، ولا إله إلا الله على الكوبري اللي كان ورا ده. لو حد فيكم لاحظ الكوبري اللي كان دي ليخت ده، يعني شابوه حرفيا. دي ليخت كان كوبري ما اتعملش في مصر، يعني الكوبري ده ولا كوبري التحرير. يا جماعه ده انا كمان ملخبط في الجغرافيا، بس حرفيا كوبري كفاءه. يعني كوبري ما تسالني افتكر ما كانوش عبد الله السعيد من رونالدو. بس يا جماعه كوبري كفاءه والله، كوبري حلو قوي. كده لا تحكم على الكتاب من غلافه، او لا تحكم على اللاعب قبل تطويره. يعني غير فالفيردي طبعا. فالفيردي لحد دلوقتي زي كيس الجوافه. ايه ده، بس ده فايده البنك، ده فايده التدريس البنك. هو كان ممكن اجيبه بيزيبيو، بس انا قلت بازي، بس طلع تسلل فعلا، كنت حاسس لا. يجري بقى ورايا شويه، يتعب عشان تنال المات دي. هوبا، آه ضاع علينا جون. والله يا مات، جون من افضل الاجوان اللي كنت قاعد بباشر. وده هيكون من افضل الاجوان اللي هتتجاب عليا بالحكمات المرتده. هو هيبقى افضل جون انا يلا، معلش يعني. يا جماعه غلطة في الكوتش اللي كنت بشكر فيه من شويه. هو يا جماعه كده الدنيا كده، ما تمشيش دايما موجة، لازم تيجي شويه سالك، ولازم يجي شويه كوتش وغباء يعني. فيعني
معلش يا جماعة الجملة الشهيرة لم تشتغل المرة دي معانا بسبب حاجة واحدة، هو غبي الكوتش صراحة. بس مم، ده كان آخر ماتش يعني، وبرضه هخش يعني لكم رأيي في كل لاعب من اللعيبة اللي لعبت، ولأن مجربتش ولا لاعب منهم بسبب، مش عارف بسبب ايه صراحة، بسبب حاجة كده بس مش عارف اعملوها، فأكيد ممكن تكون فهمتوها ممكن لا. بس المهم يعني إن احنا كسبنا الماتش التالت، فالحمد لله الحمد لله. يلا بينا برضه نطلع ندي ريتات لكل اللعيبة المتخلفين اللي شاركوا في الماتش ده وجابوا لي المرة. أول لاعب يوزيبيو 10 من 10، 9 من 10 بسبب سعره. نفس الكلام في داجنش 9 من 10. كوتشا صد الكورة من الحارس ف6 من 10 وبكتير عليه. فالفيردي مش عارف بالسالب ولا ايه بس مش هنقيم. كل باقي اللعيبة مقيمهم ما عدا ماركينيوس هيبقى 10 من 10 ده أكيدا. وراؤول ما نزلش غير ماتش جون واحد فممكن نديله 5 من 5. فحرفيا بس كده. وده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم اشتركوا في القناه وفعل زر الجرس واشوفكم فيديو جاي. مع السلامه.